في هاد القصة كلشي بدا من اللي دري من بعد ما خدا البكالوريا ديالو قرر يكمل قرايته على برا وبالضبط في ألمانيا. تحنسر في الكرا بحال الدراري كاملين اللي كيمشيو على برا أول مرة وما عندهم لا عائلة لا والو، وبقى ليه حل واحد، دار اللي تا واحد ما كيبغي يسكن فيها في ديك المدينة، والناس كيقولوا عليها هضرة اللي غريبة، ولكن الدري فضل على الزنقة. وفي النهار الأول غيوقع داكشي اللي غيدخلو لعالم الجن بلا ما يعرف ولا يقصد. وهنا فين غتبدا القصه ديالنا من هاد اللحظه. كنبغي نشكركم واحد بواحد على المساهمه ديالكم ولو غير بلايك، فرق تاني ليا بزاف. كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين وكنجاوب عليهم كاملين، ولا تعطلت عليه اسمح ليا. كنحاول كل مره نقلب ونجيب لكم قصص اللي حسن في كل مره، والقصص اللي غابرين. ما تبخلوش على اخوكم بواحد لايك. ما نطولش عليكم المقدمه حيت قصه اللي بزاف. نبداو. القصة ديالنا غادي تبدا مع أسامة اللي تيقول سميتي أسامة وفي عمري 20 عام. من بعد ما خديت الباك ديالي أول حاجة قررت نديرها هي نخرج من المغرب، ماشي حيت ما عجبنيش، بالعكس المغرب بالنسبة لي هو أحسن بلاد في العالم، وهادشي غادي نزيد نتأكد منه من بعد ما غادي نخرج منه. الوجهة اللي كلشي كيمشي لها هي فرنسا. دفعت لها وتقبلت، ولكن بدلت الرأي ديالي في آخر لحظة، بحال شي حاجة كانت كتجرني لعندها من الأول. وهنا فين دوامة ديال الأحداث اللي مترابطة مع بعضياتها بواحد الطريقة اللي غريبة غادي تبدا. أسامة تيقول باللي والديه كانوا ديما مساندينو في القرارات ديالو، وتيقول بلي خرجات ليه الفيزا والوجهة هي ألمانيا مدينة ديسلدورف. كنت كنعرف واحد الدري تما سميتو عمر، قريت انا وياه اللغة الألمانية، ومشى هو قبل مني بشي شهر تقريبا. طلعت الطيارة ومن بعد ساعة ونص غادي يدوي البيلوت في الميكرو، قال بلي خاص نديرو هبوط اضطراري في مدينة مدريد. الطيارة ترونات، بنادم ما باغيش يتعطل، اللي باغي يرجع لخدمتو، اللي عنده رونديفو، كل واحد وشنو عنده. الا انا كنحس بواحد الاحساس اللي غريب بزاف. عائق جديد واقف لي قدام الطريق ديالي باش ما نمشيش لألمانيا. هادشي بصراحة ما جديدش عليا، دازو قبل منه بزاف، حاولوا يمنعوني تا هما، ولكن بقيت مصر. الله كيعاونك بطريقته الخاصة، ولكن بنادم راسو قاصح. السيد اللي جالس حدايا قال لي غير قول لنا بعدا السبب ديال هادشي شنو هو. غدويتو وقلتو غنهبطو وما قلتوش علاش. المضيفة ديال الطيران دخلات للكابيني عند البيلوت، خرجات ووجهها مبدل، ومن بعد مشات نيشان اللور ديال الطيارة، وبنادم مازال كيدوي. انا بوحدي اللي ناضت عنده، اما بنادم كيغوت في بلاصتو. أسامة تيقول غير وقف على المضيفة، بدات عليه سير لبلاصتك كدا، سير تجلس، ولكن هو الكاركتير ديالو كالم، بقى كيشوف فيها وقال كاينه شي حاجه اللي بغيت نعرفها. المضيفه ملي عرفت راسو قاصح قالت لي راه كاين شي واحد في الغرفه ديال المحركات، الحراره طلعت تما بزاف. وسولها قال له ما يمكنش، واش كتسطيلي ولا شنو؟ كيفاش كاين شي واحد تما؟ قالت لي هادشي اللي قال لي البيلوت، حتى انا ما فاهماش، ودابا عافاك رجع لبلاصتك. نزلنا في مدريد وبقينا في واحد القاعه ساعات طوال، عاد قلعنا لمدينه ديسلدورف. تلقى لي صاحبي في المطار ومشيت لعنده. نازت ديك الليله، وفي ديك الليله نيت كنحلم بواحد الحلم اللي غريب بصراحه. حلمت بواحد الراجل لابس لباس كحل، الملامح ديال وجهه ما باينينش مزيان، قرب لعندي بواحد السرعه اللي كبيره بزاف ويخنقني، وتيقول لي علاش دخلتي لهاد الباب؟ علاش؟ راه ما يمكنش ليك تخرج منه، خطوتك الاولى وما تخرجش مازال، ما غنعاونك في والو، غتبقى منك لراسك. وزاد خنقني حتى كتضربني الفيقه. مشيت بالزرب نغسل وجهي في الحمام. اللحظه اللي وقفت قدام المرايه كيبان لي العنق ديالي حمر. اواه، واش ديك الحلمه كانت بصح ولا كيفاش؟ رجعت الناس حيت كانت ديك الساعه شي 3 ديال الصباح تقريبا. فقش مع 7 ديال الصباح لقيت تليفوني كيصوني. كان هنا واحد السيد الماني هو اللي عيط ليا، وصيتو يقلب ليا على الكرم من المغرب. قال لي العنوان تاع واحد البيت وقال لي نمشي نشوفو. قطعت معاه وقلت للدري صاحبي، غير قلت عليه الملامح ديال وجهو تبدلوا. قال لي ديك البلاصه صاحبي راه خايبه ما كيحملها حتى شي واحد. ما عطيتش الهضره ديالو اهميه في صراحه. مشيت لذاك العنوان، جا في برا المدينه واحد شويه، تما تيكون الكرا رخيص وراكم عارفين. انا يلا جيت للالمان، وراك عارف في البدايه كتبغي تقضي باش مكان. المهم العنوان جا برا المدينه واحد شويه، واحد الدار اللي قديمه، وكتعرفوا ديك الديوره ديال برا اللي تيكونوا كاملين بالعود والبني فيهم قديم بزاف.
حل لي واحد مولاها بقى كيوريني في الدار. جاني الفضول وسولته، قلت ليه مشيت تبنات الدار؟ قال لي الدار ديال جد جدي مبنيه من قبل الحرب العالميه الاولى. سير وراها جات واحد الخلا كطل عليها كتخلع، والجو في الالمان راكم عارفينو مع ديما الشتا الجو تيكون كري. وراني البيت اللي جا الفوق كاع، والسقف راكم عارفينو كيفاش داير بحال الديورة ديال الافران. اتفقت معاه على الثمن وكلشي. هبطنا تمينا خارجين من الدار حتى كنتلاقاو بواحد الجروب، جوج بنات وجوج دراري جايين قاصدين الباب ديال الدار. صراحه الباس ديالهم في شكل، الباس ديالهم داكشي ديال عبادة الشيطان، اللبس كله كحل وواسع، ولابسين قوة السناسل والطوانق والبيرسينغات، الشعر شي مسبوغ في الحمر شي في الخضر، والكحل في العينين كيخلعوا في صراحة. دخلوا وما دواوش معنا. قلت لي واش هادو ساكنين هنايا؟ قال لي ياك ما عندك شي مشكل؟ قلت لي لا كنحترم صراحة الحريات ديال بنادم، ماشي مشكل. مشيت بحالي راجع في الطرام وكنفكر، جاني واحد الاحساس في شكل كنحس باللي شي حاجه غاده بيا لهاد البلاصه، وفي نفس الوقت شي حاجه اخرى كتمنعني منها. المهم وصلت عند صاحبي عمر، قال لي مدرا كريتي البيت؟ قلت لي قال لي راه قلت لك اصاحبي ديك البلاصه خايبه، كون غير تصبر شويه منك انا نزيد نتسنى. قلت لي كيفاش زعما خايبه؟ ما فهمتش. قال لي هو معروف اصاحبي في المدينه ديك القنطره كيوقعوا فيه شي حوايج ما هماش. ما ديتهاش فيها عاوتاني، مشينا خرجنا درنا رجعنا نعست، وفي الليله عاوتاني كنحلم بنفس الراجل جا عندي كامل مضروب وجهو ما كيبانش عاوتاني. قرب ليا وهاد المره كنت خايف بزاف، باغي نهرب باش ما يخنقنيش، ولكن كنحس براسي مبلوكي في بلاصتي. زاد قرب ليا حتى بديت كنحس بالهوا ديالو حدا ودنيا وهو كيدوي، وكنحس بديك التشارج ديال التفال في ودنيا. قال لي صافي قررتي تمشي، خطوتك الاولى حذرتك ما بغيتيش تسمع ليا ياك، واخا وقفت في غرفه المحركات ديال الطياره باش نرجعك، ولكن انت ما بغيتيش. كان عليا نختار جسد اخر، ما كنتش باغي نكون القرين ديالك. غادي يرجع واحد شويه اللور، غيهز يدو اللي كانت كلها بحال محجره، ضربني بها النيشان الحنكي حتى كنفيق. اللحظه اللي فقت كنحس براسي ديخ، مشيت كنجري للدوش باش نغسل وجهي حتى كنلقى التصرفيقه مطبوعه عليا في حنكي. ما يمكنش، شد الشهاده الخوت بيني وبينكم هادشي بدا كيخلعني. كيفاش انا غير كنحلم بداكشي، وفاش كنفيق كنلقى راس ديالو في الواقع. صباح غبزز باش قنعت صاحبي عمر يمشي معايا البيت اللي غادي نكريه. الضربه غير كذبت عليه، قلت راه واحد شني ولا في الليل وكذا وصرفقتها. ساعه جات الضربه فيا بدا كيضحك. صاحبي عمر مشى معايا غير باش نحط البولز ديالي تما ويعاوني في ديك المسائل. اللحظه اللي غادي ندخلوا للدار اول منظر غادي نلقاو قدامنا هما دوك الربعه في الكوزينه، حيت الكوزينه محلوله ومقابله مع الباب ديال برا. الربعه جالسين في الكوزينه في الطبله ديالها حاطين اللحم ديال الخنزير. سبحان الله العظيم كتعرفوا غير من الريحه واللون ديالو ما تيكونش احمر، تيكون مايل للبيوضيه بحال غوص، وكياكلوا فيه خضر. شافوا فينا بواحد النظرات كيخلعوا، عاودوا داروا كيشوفوا في الماكله ديالهم. طلعنا الفوق حطيت دوك الباليزات، اما عمر غير حط داكشي ويهبط مع الدروج مشى في حالته ورب. درت لقيتو صافي مشى. قلت ليه فين غادي يا صاحبي؟ قال لي بربي ما نزيد معاك دقيقه في الدار هادي. مشى بحالو. هولنا عليك با عمر بكري ودي غا سير. قديت الاخوان دوك الحوايج استفتهم في البلاكار، هزيت الفوطه وداكشي ديال الدوش في يدي باغي ندوش. راك عارف مع تمارات تكرفيس هز البوالز انسان صافي كيبغي يرتاح شويه، جا لبيتو وبغيت انستالا. هي هذيك انا هابط مع الدروج كيبانوا ليا في الكوزينه جالسين. كيفاش غادي نتفاهم معاتو دابا وهما غير ساكتين؟ قلت بلاتي حتى مالهم غيخلعوني، ترى ود كازا هنايا. مشيت لعندهم وعرفتهم براسي وتا هما عرفوني براسهم. كانوا من بعيد كيبانوا قباح، ولكن صراحه الناس طلعوا ظريفين بزاف. مشيت للدوش، اول حاجه غريبه غادي نلاحظها واللي غريبه بزاف هو الباب ديال الدوش. من اللور كان عامر بواحد الرسومات وشي كتابات وشي رموز. في الحقيقه ماشي كلهم غراب عليا، حيت بانوا ليا شي رموز اللي ديجا شايفهم في شي كتوبه كنت قاريهم. بقيت كندوش تقربت نخرج، هزيت عيني كتبان لي واحد القرعه تماك محطوطه، قرعه ديال الزاج وفيها واحد ليكيد لداخل كحل، وفيه بحال واحد الحبيبات صغار ديال داكشي بحال الدابي. الزيجه كيبان لي داك الليكيد ثقيل. قلت هذا راجل دوش كيغسلوا بيه، راك عارف يلا جاي لالمان برودويات ديالهم راه تيكونوا مزيانين. حليت ديك القرعه شميت ريحته عجباتني، في البلاصه غسلت بيه
وانا كنغسل بيه كنحس بواحد الاحساس في شكل، كنحس براسي خفيف بحال طاير في السما. ساليت ومشيت كنمسح بالفوطه عادي وواقف حدا الباب وكنشوف ديك الرسومات، حتى كتبان ليا واحد العباره اللي كانت مكتوبه بالعربيه. شكون كتبها؟ او يكون ما كيعرفوش العربيه، هما اللي ساكنين يكون شي واحد داز قبل من الله اعلم. العباره كان مكتوب فيها: يقرع من ياتيه سن الندم، ان لم ياتيه من قدم بقادم، ولا يراعي جانب المكارم في جانب الحق وعدل الحاكم. المشكل اللي درت هو قريتهم بصوت اللي مرتفع، ما كنتش عارف بلي حوايج صغار بزاف كنديروهم كل نهار كيأثروا في الوجهه ديال حياتنا اللي ممكن تقلب رأسا على عقب بواحد القرارات اللي بساط بزاف. فاش قريتها بصوت مرتفع في ديك اللحظه طحت في الارض وغيبت. حليت عينيا كيبانوا لي دوك الربعه اللي ساكن معاهم واقفين عليا. المشكل الكبير هو انني ما كنتش في بيتي، والمشكل الكبر هو انني نطت بالزربه مخلوع كلقى راسي في بيت كله كحل، ما كاين حتى شي حاجه اخرى في لون اخر. الزربيه اللي جايه كاينه في الارض كحله، فاتا هي شي رسومات اللي ما مفهومينش. وعاد البيت معلقين في الحيوطه ديالو ديك الشمع ديال اليهود، راك عارفين الشكل ديالو كيفاش داير. وانا كامل عريان ومتكي فوق واحد ليزار بيض وكامل عامر بالدم، او كيهدنوا فيا باش نرتاح. انا الخوت راه كنت بحال غادي نحماق. بلي واحد ليزار صغير خطفته وغطيت به المسائل راكم عارفين. بقيت كنسولهم شنو كندير انا هنايا، علاش نتوما لابسين هكا، شنو وقع؟ ما جاوبني حتى شي واحد فيهم. في ديك اللحظه غادي يغمضوا عينيهم وغيقولوا هضره اللي ما فهمت فيها حتى شي كلمه، واخا انا كنعرف الالمانيه، ولكن هاد الالمانيه اللي كيدويو بها جاتني بحال لاكسون ديالها غريبه عليا. بديت كنوض وكنغوت. نتوما اش كتقولوا؟ بقاو كيشوفوا في بعضياتهم شويه ويدوي واحد منهم قال لي طرا واحد المشكل. قلت لي كيفاش مشكل؟ هنا غادي يسولني قال لي غسلتي بالبرودوي اللي في الدوش؟ قلت لي قال لي وشنو درتي من بعد؟ قلت لي صافي خرجت وبديت كنمسح. قال لي غير تفكر مزيان. قلت لي قريت واحد الجمله كانت مكتوبه في الباب، مكتوبه بالعربيه. الدري الاخر هنا يسولني قال لي وكيفاش قريتها؟ واش قريتها بصوت مرتفع ولا في خاطرك ولا شنو؟ قلت لي قريتها بالجاد. هنا غادي يبانوا لي شدوا في راسهم ورجعوا بجوج خطوات للور، وتم خارجين هبطوا. شنا كنجري لبيتي، لبست لي الحوايج بالزربه وانا نبط لعندهم. هنا انا ما قدرتش نتحكم في راسي، قلت لهم راه خلعتوني، قولوا لي شنو واقع. وهما يقولوا لي مرحبا بك في العالم ديالنا. قلت لهم كيفاش العالم ديالكم؟ شنو هو العالم ديالكم؟ قالوا لي داكشي اللي درتي هو المفتاح للعالم ديالنا. قلت لهم ولا بغيت نخرج من هادشي، انا اصلا ما بغيتش هادشي هذا. وبلاتي بعد داك الدم اللي في داك ليزار منين جا؟ قالوا لي انت دخلتي عندنا للعالم ديالنا وتسجلتي فيه، وداك الدم راه ديال. قلت لهم ديال شنو؟ بقاو كيشوفوا في بعضياتهم، حتى كنطق واحد فيهم قال لي داك الدم ديال القارين ديالك كان كيحارب باش ما تدخلش لهاد العالم، ولكن داك التعويذه اللي قريتها زائد قريتها في الدوش، وداك الشيء اللي دهنتي كامل على لحمك، فراه هادشي كفيل يدخلك للعالم ديالنا. خوت راسي سخن عليا حيت ما بقيتش قادر نفهم هادشي هذا كامل. شد خربيق هذا. قلت لهم شد الروينه هادي والقارين ديالي شنو واقع لي دابا؟ وحده فيهم دوات قالت لي هو دابا كاين في واحد السوبات، وهذا هو المشكل الكبير، حيت ما غتكونش عندك حمايه ضد هاد العالم اللي دخلتي ليه. كان هو اللي كيدافع عليك ديما، وراه كان كيحذرك وحذرك شحال من مره ياك؟ قلت لهم قلت لهم ولكن انا هادشي راه درتو عن غير قصد. قالوا لي للاسف هاد العالم ما كيعرفش واش درتي عن قصد ولا عن دون قصد. انت كنتي من شحال هذا كتمنى تكون جزء من هاد العالم، وهاد العالم فاش كيعرفك باغي تدخل ليه كيوفر لك الظروف الكامله بلا ما تحس. كيف ما وفر لك الظروف نتايا باش تجي لهنايا لالمانيا وتجي تسكن في هاد البيت بالضبط، وتدخل داك الدوش بالضبط، وتدوش بداك البرودوي اللي هو اصلا جاي من العالم الاخر، وتقرا داك التعويذه بالضبط. هنا الماء برد ليا في الركابي. المهم سيادنا في البلاصه غادي نسمع واحد الهمس في ودنيا قال لي كنتي باغينا حنا جينا حتى لعندك. نضت بديت كنغوت قلت لهم واش سمعتوا هادشي اللي سمعت؟ بقاو كيشوفوا بعضياتهم قالوا لي لا سمعنا والو. شنو سمعتي؟ قلت لهم واش كتسطاو عليه ولا شنو هو هذا اللي دوا دابا؟ قالوا لي راه ما سمعنا والو. عرفتي شنو؟ من الاحسن نخرجوا دابا حيت الا بقيتي هنا تقدر توقع شي حاجه. قلت لهم علاش؟ قالوا لي حيت درتي ديك الطقوس كامله ودابا كتقول بلي باغي تخرج من داك العالم.
الاخرين غادي ياخدوها كاحتقار بالنسبه لهم، وغادي يبغيو ينتقموا منك في اقرب وقت ويخرجوك من العالم ديالهم. قلت لهم كيفاش غيديروا لها؟ قالوا لي غادي يقتلوا القارين ديالك اللي راهو دابا مازال مشدود عندهم، والا مات القارين ديالك انت غادي تموت. سهله. انا تصدمت. مشينا خرجنا من تماك ومشينا لواحد البحيره، جلسنا وبقينا كنهضروا في هاد المواضيع، مواضيع نيت ديال العالم الاخر. المهم سيادنا طاح الظلام والشتا بدات خيط من السماء. راكم عارفين الجو في المانيا كيفاش داير. قلت لهم يلا نمشيو، اش كتسناو بنتو ليا جالسين؟ قالوا لي لا ما يمكنش. قلت لهم علاش؟ قالوا لي حيت الدار دابا راه عامره وكاينين فيها شي ناس اللي خاصهم يبقاو في الدار بوحدهم. هنا شديت في راسي. هادشي كنت كنسمع عليه قبل، وكنت كنقول مجرد قصص كيبغي بنادم يخلق بهم شويه ديال الاثاره والمتعه في الهضره. حتى طاحت في هادشي هذا بنفسي وعرفت بلي كاع داكشي اللي سمعته ماشي تخربيق، حيت كان داكشي تقريبا بعيد على الواقع. ملي بنت لهم كامل كنت راعد وشاد في راسي. قالوا لي هادشي خاصك ضروري تقبلو كيف ما تقبلنا حنايا اول مره. بداو كيعاودوا لي على القصه ديالهم حتى هما، وهادو بربعه المانيين كل واحد واش من مدينه جا منا. تلاقاو في الدار اللي كانت مسدوده قبل ما يجيو بشي 30 عام تقريبا. قالوا لي جينا للدار 30 عام ما سكن فيها حتى شي واحد. قدينا حنايا فاش سكننا فيها بدينا كنلاحظوا شي حوايج اللي غراب. كنلقاو الفطور واجد وحتى شي حد فينا ما مطيبو ولا ما خرج جاب شي حاجه ولا شي حاجه. قالوا لي كنخرجوا كنرجعوا كنلقاو كل شي مجموع والدنيا نقيه، وحنا كنكونوا مخلين المعان والروينه في الدار. حنا كنا واخدين هادشي هذا الضحك في الاول حيت كنا مازالين صغار، والمشكل اللي درناه هو انه كنا كناكلوا من ديك الماكله ديالهم. دازت لمده 3 شهور وخرجنا من الدار. فاش خرجنا كل واحد فينا بداو كيطراو ليه مشاكل اللي خايبين بزاف في حياته. من الاحسن ما نعاودوهمش لك. قالوا لي زعما غير باش ما نخلعوكش داكشي. قالوا لي داكشي اللي كانوا كيديروه كانوا كيستدرجونا للعالم ديالهم، وهاد الشيء هذا باش ياخذونا حنا كبوابه باش يرجعوا لديك الدار، حيت ما يمكنش يكونوا هما تماك الا ما كانش ساكن فيها شي واحد. قلت لهم ولكن على حسب المعرفه ديالي العكس، خاص الدار تكون خاويه لمده طويله باش يقدروا يسكنوا فيها هما. قالوا لي لا، هادشي ما كينطبقش على هادشي اللي عندنا حنايا. قلت لهم ولكن علاش هادشي هذا كامل؟ علاش ما بغاو يبقاو في ديك الدار؟ قالوا لي تحت من ديك الدار مدفونه الجثه ديال واحد الساحر الماني قديم، ومدفونه ب15 متر تحت الارض. كاع اللي جاو سكنوا في الدار حاولوا يجبدوها ولكن ما قدروش. داكشي علاش فاش كتدخل مع الكوزينه كتلقى واحد الباب في الارض، وداك الباب راه ما كيدير حتى شي بلاصه، حيت انت راك عارف ان الدار ما فيهاش لاكاف. باش تحفر 15 متر فيها راه الدار كامله غطيح، وإلا مشات طاحت الدار غتباع اللي حداها، وإلا اللي حداها طاحت الصف كامل غيتم نازل. أسامة تيقول باللي قالوا ليه ان داك الباب تيهبط لديك الحفره، والناس فين ما كيوصلوا لشي 10 متر كيبداو يسمعوا شي غوات اللي كتير بزاف، وكيطراو ليهم شي حوايج اللي خايبين تماك وكيطلعوا. أسامة تيقول قلت لهم عمركم جربتوا تهبطوا لها؟ قالوا لي حتى حنا سمعنا نفس الحاجه وما قدرناش نزيدو نغرقوا اكثر. شفت واحد البنت في الساعه قالت لنا صافي يلا نرجعوا. بقينا غاديين وانا نسولهم، قلت لهم دابا هما فاش يكونوا تماك واش ما خصناش نكونوا؟ والا جابت الصدفه؟ قالوا لي داكشي اللي غادي تشوفوا عينيك ما غاديش تقدر تستحملو وتقدر تسطى كاع. وهادشي اللي وقع لواحد صاحبنا راسو قاصح. خرجنا وهو رجع دخل، ومن بعد مسكين راه تسطى. قلت لهم ولكن علاش وما كيبغيو يخرجوا في ديك الوقيته؟ قالوا لي حيت داك الساحر كان كيحضرهم في داك الوقت، ودابا هما بقاو مقدمين ليه على الولاء وكيعاودوا يديروا ديك الحضره ديالو ديما في داك الوقت. هنا بدينا كنقربوا وحبسوا. قال لي واحد خاصك تعرف انهم غادي يطلبوا منك خدمه. قلت لهم كيفاش؟ قال لي بطبيعه الحال هنا كل واحد فينا كيقدم لهم خدمه وما خصناش نقولوها لبعضياتنا، حيت كل واحد فينا مسؤول عليه جني. مع دخلنا قالوا لي خاصك تلبس شي حاجه اللي كحله كامله، وتهبط عندنا. وداكشي اللي درت، طلعت لبست فوقيه في الكحل وبط عندهم. شافوني ما فهموا والو. تجمعنا في الطبله اللي في الكوزينه نيت ودرنا بها وطفينا الضوء. من بعد غادي يحطوا واحد الشمع الوسط وغيجيبوا لي اللحم خضر ديال الخنزير. قلت لهم نساو ما غناكلوش، مو يجيبوا لي اللحم خضر ديال البقر. قلت لهم ولكن علاش هادشي؟ قالت لي وحده من بعد الجلسه اللي كيديروا هما
كي خاصنا حتى حنا نديرو وحده، حيت بجوجنا ساكنين في الدار. دابا خلينا نبداو. اهم حاجه عندك تحل عينيك. بدينا وغمضت عينيا، وكان واحد السقيل بزاف زيادة على البلاصه اللي كنا ساكنين فيها. جات برا مدينه واحد شويه وخاويه. بداو كيقراو شي حاجه وانا بقيت غير ساكت. من بعد سكتوا. هنا بديت كنحس بشي حاجه كتجرني. تخلعت وبديت كنغوت. وحده قالت لي بقى تابت ما تحلش عينيك. ما قدرتش الصراحه. اللحظه اللي حليت عينيا غادي تبان لي شي حاجه اللي ماشي تليه، وغادي ناكل احسن تصرفيقه في حياتي. نط وانا دايخ في البلاصه. حلوا عينيهم وطفاو الشمعه. قالوا لي ياك قلنا لك ما تحلش عينيك، غادي يبغيو ينتقموا منك دابا، اجي معايا. مشيت معها للبيت ديالها ومدات لي واحد القرعه. قالت لي اشرب. غير قربت ليا طلعت منه واحد الريحه ديال الجيفه. حلفت لا شربت منها. قالت لي اسامه خاصك ضروري تشرب، راك ماشي غير انت اللي غادي تتاذى، راه حتى حنايا. شدوني بزز مني وشربوها ليا. ديك الماء نزل ليا مع حلقي بحال الماء القاطع. داوني لبيتي وانا دايخ، خلاوني بوحدي. بقيت تما حال عينيا تضربات ديك 9 ل10 ل11 ديال الليل. مع ديك 12 بدات كديني عيني شويه حتى كتضربني الفيقه. ما حليت عيني غادي يبان لي واحد قدامي الوجه ديالو مسلوج بحال بنادم، ولكن رقيق بزاف وطويل. الباس ديالو ما كانش باين ليا مزيان مع البيت مظلم شويه، ولكن وجهه واضح كامل. عيني حمرين وبحال خارجين على الكسده ديالو شويه. انا في ديك اللحظه اسامه تيقول بلي في ديك اللحظه حس بالاحبال الصوتيه ديالو ضربطو، ما بقاش قادر يغوت وما قادرش شي يتحرك. اسامه تيقول بزز باش دويت. وقلت ليه شكون نتايا وشنو بغيتي مني؟ قال لي انا يا قريع اللي قريتي سميتو في الدوج، قريتي التعويذه ديالي حيت انا اللي كاتبها. قلت ليه شنو بغيتي مني؟ قال لي انت راك عارف القوانين ديال هاد الدار، كل واحد هنا كيقدم خدمه للسيد ديالو وانا هو السيد ديالك. واش عمرك تخلعتي ديك الخلعه اللي كتحس بالداخل ديالك كيترعد، ماشي ايديك ولا رجليك، لا الداخل ديالك، قلبك، المعده، المصارن، كلشي كيترعد. العرق كيهبط مني وانا كلي بارد. قلت ما غادي ندير حتى شي حاجه كتطلب مني. وبديت كنقرا في القران. جا عندي بالجهد ويخنقني، شدني من عنقي وعينيه زادوا حمارو. قال لي انا هو السيد ديالك وغدير كاع داكشي اللي كنقول لك بالحرف، وإلا ما درتيش غادي نصيفطك لداركم في المغرب في تابوت، وغادي نعذب كل واحد في عائلتك. راه هادشي اللي كنديرو وهذه هي خدمتنا. انا بكثرة الخلعه في ديك الوقيته. قلت لي شنو بغيتي ندير؟ قال لي بغيتك تمشي كل نهار عند الدار، تدخل عندهم وتجمع معهم، تشرب معهم كاس ديال القهوه وتقول لهم يعاودوا لك شي قصه طرات لهم مع العالم الاخر. بغيت نجمع شي معلومات، وهذا الشيء خاصك ديرو من غدا، وإلا ما درتيش غادي نعاود نتلاقى معاك في الليل. ما تخافش، ما عندك فين تهرب. جا قرب ليا وجر ليا الغطاء على راسي. عاودت حيدتو ما بقاش كيبان ليا. مداني الناس حتى الصباح. مشيت هبط لقيتهم حاطين الفطور وبقاو كيشوفوا فيا وكيبتسموا. واحد فيهم سولني قال لي كي دازت الليله ديالك ديال البارح؟ واش جا عندك شي واحد؟ قلت لي قال لي شكون شنو سميتو؟ قلت لي هذاك اللي قريت التعويذه ديالو وسميتو يقرا. قال لي شنو قال لك دير؟ قلت لهم ايميليا وصاتني باش داكشي اللي غيكون بيني وبينه ما خصو يتقال حتى شي واحد. قالوا لي مزيان بعد ملي فهمتي الدرس. سالينا الخوت الفطور ومشينا تحركنا للجامعه ديالنا فين كنقراو حيت هما كيقراو. رجعنا بحالاتنا تقريبا مع ديك الوقيته ديال 6 ديال العشيه. غاديين داخلين وكل واحد بدل عليه ومشى خرج. حتى شي حد ما خصو يبقى في الدار مع ديك الوقيته ديال 7 بالضبط. في ديك الوقيته كتكون الحضره ديال هادوك. حتى انا خرجت هاز شكارتي فيها واحد الكتاب ومشيت ركبت في الترام. هابط في واحد الحي اللي كانوا فيه غير الفيلات. اول فيلا غادي تبان ليا دقيت فيها. حلات لي واحد المراه كبيره في العمر. قلت لها بغيت ناخذ من وقتك واحد 5 ديال الدقائق. قلت لها انا راه صحفي وبغيت نكتب الكتاب ديالي، ولا كنتي باغا تصادفيني عندك بغيت غير نسولك شي اسئله اللي هما عاديين وصافي نقدر نمشي ديك الساعه. غادي تكوني عاونتيني بزاف باش نكتب الكتاب ديالي. صراحه الخوت قلت لها بحال هكا غير باش تدخلني، راكم عارفين هما كيبغيو يتساعدوا مع الناس داكشي ديال العلم وشي واحد اللي باغي يدير شي حاجه في حياته. السيده طلعت وهبطات فيه وهي تسد الباب. نفس الشيء وقع لي مع الدار الثانيه والثالثه والرابعه. غادي راجع وحاقد وفي نفس الوقت خايف ليه يوقف عليا يقرا في الليل. بانوا لي شي ديورة اخرين
قلت والله تنشوفهم. مشيت دقيت وحلات ليا واحد المرأة في الستينات. قلت لها بغيت غير واحد 5 دقائق من وقتك ندخلوا للدار وندويو، عندي واحد الموضوع بغا نكتب واحد الكتاب وكذا. جبت لها الكتاب والستيلو من الشكاره، قلت لها انا واحد الصحفي وكذا بغا نكتب الروايه ديالي وبغيت نسولك على شي قصص غراب بزاف وقعوا لك في حياتك، قصص اللي ما قدرتي تعاوديهم لحتى شي واحد، حيت غتكوني ظنيتي مع راسك الا عاودتيهم لشي واحد غيظنوا بلي راك حمقى ولا شي حاجه. بقات كتشوف فيا وهي تقول لي ادخل. الدار مظلمه ومغممه للداخل. حطات لي قهوه وجلسات. قلت لها شنو سميتك؟ قالت لي انا سميتي لينا. قلت لها عاودي لي القصه ديالك. قالت لي واحد النهار كنت غادا انا وراجلي مسافرين لاسبانيا بالطوموبيله، وكنا باغي نديرو رحله جبليه. المهم وصلنا حطينا الطوموبيل بعيده ومشينا دخلنا وسط الجبال، الدنيا خاويه. وصل الليل وقررنا نحطوا الخيمه ديالنا في واحد البلاصه تما بدينا خاويه ومزيانه. حطيناها، راجلي ناس دغيا حيت كان عيان. انا جاني العطش بزاف، شفت القراعي اللي جبناهم معنا لقيتهم كاملين خواو. بقيت كنسمع الصوت ديال الماء دايز في الواد. هزيت القراعي والبيل وتميت غادا. قالت لي كنت خايفه شويه. من بعد ما غادي نبدا نقرب لذاك الواد البيل ديالي غيبدا يشعل ويطفى. بقيت مضاربه معاه حتى لواحد اللحظه البيل غيجي على واحد الراجل جالس في واحد الحجره تما ومقابل مع الواد وكيلوح في الحجر في داك الواد حجره بحجره. قالت لي تخلعت بزاف، ولكن من بعد ما دار عندي وبتسم ليا طرخيت شويه وقلت راه شي واحد تا هو يكون جاي مع عائلته ولا شي حاجه. المهم راك عارف باش نعمر القرعه في الواد خاصني ندخل واحد شويه وندير القرعه تما وكذا. قلت لي عافاك تقدر تعاوني؟ قال لي مرحبا. خدا القرعه من عندي وبدا يعمر فيها، وهنا بدا كيدوي معايا. قال لي واش جيتي بوحدك واش معاك شي واحد؟ قلت لي راه معايا راجلي. قال لي واحد الكلمه اللي عمرني نسيتها. قال لي غلطتي بزاف حيت انا اللي كنت باغي نتزوج بك. قلت لي ما فهمتش. في البلاصه عمرات القرعه ومد ليا. اللحظه اللي غادي نشوف يديه لقيتها كامله مزغبه. هاد الايد تقدر تكون ديال اي حاجه الا الايد ديال بنادم. السيده كتقول بقيت مسمره في بلاصتي. قرب ليا وقال لي انا كنبغيك، غادي نعطيك 2 ديال السيمانات، الا ما طلقتيش من راجلك غادي نقتلو. مشيت كنجري كنفيق في راجلي وبززت عليه نرجعو في حالنا. في داك الليل عاودنا شدينا الطريق رجعنا لألمانيا. ملي وصلنا عاودت ليه كلشي بقى كيضحك عليا، ولكن انا بقيت كنبزز عليه في دوك 2 سيمانات باش نطلقو، ولكن ما بغاش. دازت 2 ديال السيمانات وما طرا والو. وصراحه انا بديت كنسى في داكشي، غير فاتو شي ايامات قلال وغادي توصلني واحد الصاعقه من بعد ما صوناو عليا البوليس وقالوا لي بلي راجلي لقاوه منتحر في واحد الغابه اللي قريبه لينا، مات شانق راسو. اسامه تيقول في البلاصه والسيده كتعاود لي غادي نسمع الصوت ديال يقرع حدايا. قال لي قصه مؤثره باش تعرفنا على ايش قادين. في ديك اللحظه غادي ندور الليمن ديالي غادي نلقاه جالس حدايا في الفوتوي. بغيت نغوت، كنحس بالجسد ديالي كله مشلل، ما قادرش نتحرك ولا حتى نغوت. السيده ملي شافني بحال هكا قالت لي مالك ياك ما تخلعتي من القصه؟ قلت لها لا غير كملي. قالت لي قصتي راه سالات. قلت لها ومن بعد ما تلاقيتيش مع داك الجني؟ قالت لي لا، ولكن بقاو كيطراو ليا شي حوايج بحال دابا الا ما لبستش هاد اللون هذا الصفر الغد لي كنفيق كامله زرقاء، وفي الليل كنبقى نحلم احلام اللي خايبه بزاف. هنا يقرا غادي يدوي معايا، قال لي صافي نوض بحالك. قلت لها شكرا بزاف ومشيت. خرجت رجعت للدار ودرنا ديك الحضره عاوتاني في الليل، غير هاد المره ما طرا والو. داز عام كامل في الالمان كنمشيو للجامعه كنرجعو وكل واحد تيخرج بحالاتو باش نخليو الدار خاويه في ديك الوقيته اللي خصنا نخليوها فيها خاويه. انا كنمشي كنسول الناس، ما كلاش نعاود لكم كل قصه شنو فيها حيت داكشي ما كيدخلش للدماغ. وكان كيصحاب ليا باللي راه غير العرب اللي كيعانيو من هاد المشكله حتى جيت هنايا لألمانيا. في كل قصه كنسمع من عند شي ناس كيكون يقرا حدايا، سوا تيكون فيرمي ليا سوا تيقول لي هادشي غير تخربيق يلا ندوزو عند الاخر. غادي يدوز هاد العام غنكون ساليت الكتابه ديال الروايه ديالي اللي جمعت فيها كاع داكشي اللي سمعتو. غادي في الترام وكنقرا فيها، وصلت لواحد الجزء بديت كنقرا بصوت مرتفع. واحد شويه غادي يقاسني شي واحد في داري، درت كنلقى واحد السيد كبير في العمر الحيه كيبان من اصول عربيه. قال لي شنو سميتك؟ قلت لي اسامه من المغرب. قال لي حتى انا سميتي اسامه، انا من السعوديه متشرفين. واحد شويه جا جلس حدايا
وبدا كيعاود ليا على حياته. السيد المجال ديالو مختلف تماما على داكشي اللي كنديرو انايا. السيد فقيه ديال واحد الجامع هنايا وحامل الكتاب الله، من العارفين بالله وعارف في العلوم وداكشي. وحنا غاديين في الترام حتى كيحبس في واحد البلاكه، قال لي غادي ننزلو منه هنايا. قال لي واش عندك شويه ديال الوقت تبغي تمشي معايا حيت تما كتقرا شي حاجه من داك الكتاب اللي عندك. وصراحه راه عجبني وما كرهتش نزيد ندوي انا وياك في داك الشيء. قلت ليه مرحبا. مشينا جلسنا في واحد القهوه، شدينا قهوه. قال لي عاود ليا كيفاش جيتي لهنايا. صراحه بقيت كنشوف فيه، قلت ليه صراحه ارتحيت ليك بزاف. يقرا حدايا كيقول لي لا عاودتي ليه غادي نولي انا وياك في واحد المشاكل اللي كبيره. درت وتعصبت وانا نقول لي اسكت انا اللي كندوي دابا. درت عند السيد لقيتو كيشوف فيا وما فاهم حتى شي لعبه، ولكن في نفس الوقت ما درت شي ردة الفعل. ولكن الناس اللي كانوا حدانا قفزونا فاش دويت بديك الطريقه وبقاو كيشوفوا فينا. في ديك اللحظه درت عنده قلت لي غادي نعاود لك القصه ديالي تا انا كنت باغي غير على من نشكي. عاودت ليه كل شيء من الاول حتى الاخر، كاع دوك البلانات اللي طراو في المغرب، داكشي اللي طرا في الطياره في المحرك ديالها، وهادشي كامل اللي وقع هنايا. بقى كيفكر قال لي كيفاش تقدر تعتق راسك من هادشي. قلت لي الحل هو نخرج من الدار، نبعد نمشي لشي بلاد اخرى ولا نرجع في حالتي للمغرب. قال لي واخا تمشي حتى لزحل تمشي لاي كوكب اخر غيتبعوك. بقيت كنشوف فيه قلت ليه خاصني العلم ياك. قال لي تماما وهو اللي عندي، الا بغيتي تمشي معايا راه عندي الدار غير هنايا، غادي نقدر نعاونك ونبعدك من هادشي وترجع لحياتك الطبيعيه. تمينا غادي لدارو في الطريق كامله انا كيبان ليا يقرع، ولكن ما تيبان حتى شي واحد اخر بطبيعه الحال. واحد اللحظه دار عندي الفقيه قال لي كيدور عليك ياك. قلت لي قال لي ما تخافش حنا راه قوى منه. يقرع بدا كيقرب ليا لوجهي وبدا كيدوي بالجاد، وداك النفس ديالو حار كيضرب ليا بالجاد في وجهي. قال لي حنا قوى منكم وقوى منكم بزاف، غادي تشوف هاد الشيء هذا غادي نوريه لك، غادي تشوف شنو غادي ندير لك. غادي نوصلوا للعماره فين ساكن السيد وغنطلعوا له واحد البارطمون. يلا غادي نبغي نحط فيه رجلي، غنحس بشي حاجه كتجبدني اللور بالجاد، غندور غنلقاه يقرع. ولكن بقيت مقاوم. الفقيه اللحظه اللي شد ليا بيدي يقرع يطلق مني وتم الفقيه غادي بيا لداخل. ما بقيتش كنحس بداك الجران ديال يقرع، ما قدرش يحط رجلو في الدار لداخل. ما غيسد الفقيه الباب غندور نشوف البارطمون كامله كتوبه، غيجرني وغيدخلني للبيرو ديالو. وسبحان الله العظيم الدار غير كتدخل لها كترتاح، ريحه المسك، القران محطوط وكذا. جرني للبيرو ديالو عامر كتوبه. قال لي شوف الا خرجتي من هنايا خاصك تعرف باللي يقرع راه كيتسناك حدا الباب وغادي يعذبك، حيت ما حدك دخلتي لهنايا فراك يعني انك اعلنتي الحرب عليهم، ولكن ما حدك دخلتي للدار فراك محمي منهم وعمرهم غادي يقدروا يقربوا ليك ولا يأذيوك. قال لي اسمعني مزيان، غادي نعطيك شي كتوبه اللي تقراهم وراه هما اللي غادي يعاونوك باش تهنى منهم وتهنى من هاد الحريره كامله وعمر تبقى ترجع ليك مره اخرى. قلت لي السي اسامه نسولك. قال لي نعم. قلت لي علاش كدير معايا هكا؟ قال لي حيت انا في البدايات ديالي طحت في مواقف بحال هكا وكانوا عندنا مشاكل نفسيه كبيره بزاف وما لقيت شي واحد اللي يعاونني. داكشي علاش فين ما كنشوف شي واحد غارق بحالك في العالم كنعاونو. يا هاديك صيفط صاحبي عمر يجيب لي الحوايج ديالي من داك الدار. هنا بقاو دوك اللي ساكنين معايا كيصونيو ليا ولكن ما كنجاوبهمش كاع. بديت كنقرا في دوك الكتوبه يوميا بولحيقات ديال واحد البيت عنده في الدار وليت كنعس فيه وهو اللي ساكن فيه. الراحه اللي كنحس بها دابا ما حسيتش بحياتي كامله. رجعت للصلاه ديالي شويه بشويه. الايام بداو كيدوزو، مولين الدار كندوي معاهم 4 المرات في الشهر. غادي يدوز عام تقريبا على نفس المنوال. الجامعه لقيت راسي ما مدخل فيها حتى شي موديل، حيت ما كنتش كنحط فيها رجلي كاع وما كنتش كنخرج من الدار بتاتا. اي حاجه كنبغيها اسامه كيجيبها ليا حتى لعندي. وحيت كان عندي واحد الكونط بلوكي، يعني قبل ما نطلع من المغرب كانوا دوك الفلوس كيوصلوني كل شهر في الكونط في البنكه ديالي. كنعطي لي اسامه، كنعطيه لاكارت ديالي كنقول ليه جيب لي وجيب لي، كيقول لي لا انا غادي نشري. كنحلف عليه. وسولته من بعد وقال لي باللي راه من بعد ما تجاوزت واحد المحنه وعاونني فيها الله حلمت واحد الحلمه، وداك الحلمه قال لي ما بغيت نقولها لتا شي واحد ولكن التفسير ديالها هو انني خصني نعاون. الا لقيت باش وعرفت كيفاش نعاون
بزز عليا. أسامة تيقول سال العام كنحس بدماغي عامر بزاف، عام كامل ما حطيتش رجلي برا داك الباب، ما شفتش الناس ما شفتش الزنقة، ويقرع الوقت كامل كيتسنى فيا قدام الباب باش الا خرجت يتكرفص عليا ويصيفطني طرف طرف لعند الوالدية. ولكن هاد الرغبة ما حققتهاش ليه. من بعد ما دست داك الكتوبة كاملين وحللتهم وفهمت داكشي اللي فيهم، لقيت راسي بلي عندي واحد العلم اللي نقدر نتحكم فيه بقبيلة من الجن. جا عندي بولحية وقال لي صافي سد عليك داك الكتاب، انت دابا راه عندك العلم وقادر تحكم في قرع وتحكم في الجن بلا ما يطلبوا منك حتى شي حاجه خايبه انك ديرها. انت دابا راه بحال هذوك الجوج اللي كانوا جالسين مع سيدنا سليمان، عفريت من الجن والاخر انسان عادي ولكن عنده علم من الكتاب. نطت وقفت حدا الباب ديال الدار، بولحية حل الباب وانا واقف تما لقيت يقرع مازال كيتسنى فيا، ما عنده حتى شي خبار عليا ولا العلم اللي عندي دابا في راسي. في البلاصه غادي نقول واحد العباره اللي غيبقى مشلل في بلاصتو وما كيتحركش كاع. المهم الخوطر ما بقيتش غادي ندخل دوك العبارات والطلاسم، حيت في اخر قصه وشي قصص اخرين دخلتهم والناس قالوا لي بلي ما خصنيش نبقى نقولهم وداكشي، فاحتراما للجميع بطبيعه الحال وحفاظا على السلامه ديال الناس اللي كيسمعوا لي ما بقيتش غادي نقول داكشي. فكنعتذر مره اخرى من الناس اللي سمعوا داكشي وتسبب لهم في ازعاج. نكملوا. أسامة تيقول واقف قدام الباب قال ديك العبارة، يقرع ما بقاش قاعد يتحرك. قربت ليه الوجه قلت ليه انت دابا تحت الامره ديالي، دابا غترجع للعالم ديالك وغادي تحرر القارين ديالي وغادي تحرر ديال صحابي اللي كانوا ساكنين معايا في الدار. في البلاصه تسمعت شي حاجه، درت انا وبولحية اللور كنشوفو في الدار، رجعنا كندورو كنشوفو قدامنا ما لقيناش يقرع، ولا على الاقل انا اللي ما شفتوش حيت اصلا بولحية ما كانش كاع كيشوفو. أسامة تيقول باللي ما كاملاش 5 ديال الدقائق كيلقى ايميليا واحدة من البنات اللي كانت ساكنة معاهم في الدار، قالت لي ما عرفتش شنو وقع في الدار ولكن راه كنحسو بواحد الراحة اللي في شكل. اشنو وقع؟ قلت لها حتى من بعد ونعاود ليك. من هاد الوقيته حياتي تبدلات بزاف ومشيت كريت بوحدي. تلاقيت من بعد مع داك الجروب عاودت لهم شنو وقع وفرحوا بزاف، واخا هكاك مشاو كراو في واحد البلاصه اخرى وخلاو داك الدار. داك الفقيه مازال عندي معاه علاقه حتى لحد الان ومازال كنتكلم انا وياه، وكلشي رجع للبلاصه اللي كان خاصو يكون فيها من الاول. بديت كنمشي للجامعه ديالي من جديد وبديت كندوز الامتحانات ديالي، وصاحبي عمر تا هو عاودت ليه كلشي وقال لي يا خويا راه درت معاك انا اللازم، قلت لك في الاول انك ما تمشيش لتما، قلت لي الحمد لله ملي غير خرجت سالمه بعدا. أسامة تيقول من بعد هادشي هذا كامل قررت انني نهبط للمغرب نزور الدار وداكشي ونرجع نكمل القرايه ديالي. كيقول هبطت للمغرب غادي في الطياره تا كنسمعوا البيلوت كيدوي عاوتاني، قال لك بلي غادي يديروا هبوط اضطراري في مطار مدريد. تا كيفاش هادشي هذا عاوتاني؟ نط مخلوع كنجري، دخلت عند المضيفه قلت لها شنو واقع؟ قلت لها شي واحد كاين في غرفه المحركات وفي البلاصه غادي توريني واحد ليكرون. قالت لي ها انت شوف راه ما كاين حتى شي واحد، كاميرا كتصور الغرفه ديال المحرك. قلت لها انت شوف راه ما كاين حتى شي واحد، ولكن البيلوت تيقول بلي درجه الحراره راه مفاوته وما كتكون مفاوته الا فاش كيكون شي جسم كاين تما، وشي جسم اللي كيفرز الحراره. اللحظه اللي انا شفت في ليكرون بان ليا يقرع. كنت عارفو باغي يرجعني ولكن ما غاديش نديها فيه. رجعت لبلاصتي ما كاملاش ثلث ساعه حتى كيبان ليا يقرع غادي جاي في الطياره، ولكن ما قادرش يقرب ليا بواحد المتراج وتيقول ليا واش باغي تهرب مني، باغي تخليني معلق ولا شنو؟ قلت له انا هو السيد ديالك وهذا الشيء كايني الا ما عيطتش لك ما خصكش تبان. وقريت واحد الجمله من واحد الكتاب كنت قريته، داكشي مازال عاقل عليه مزيان ولاصق ليا في عقلي، غير قريته وهو يغبر من قدامي. تدوى معنا البيلوت وقال لنا بلي راه المشكل تصلح وما غاديش ننزلوا في مدريد وغادي نكملوا الوجهه ديالنا مطار محمد الخامس في الدار البيضاء. وداكشي اللي كان. وصلت المغرب ومشيت عند والديا وحاولت ما نعاودش لهم هاد القصه باش ما يتبرسطوش عليا، ودوزت احسن صيف في حياتي. كانت هذه هي القصه ديال اسامه اللي بصراحه غريبه بزاف، وبطبيعه الحال اي حاجه متعلقه بالعالم الاخر راها غريبه، وكتعلمنا ان الواحد عمرو ما يتقاصل شي حاجه وعمرو ما يتلفظ بشي حاجه كيف ما كانت الا كانت شي ذكر ولا شي حاجه مزيانه. داكشي علاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا
قل خيرا أو اسموت. شكرا بزاف حيت وصلت حتى لهنايا، وباش نعرفك وصلت حتى لهنايا كتب لي في الكومونتير قالت صلى الله عليه وسلم قل خيرا أو اسموت. شكرا بزاف، ما تنساش ليا واحد لايك. هي الاولى دابا. كان معاك خوك ميمون، ارتاحيت وانا كنعاود لك القصة. نتلاقاو في القصة الجاية ان شاء الله.